تفاصيل جديدة ظهرت بعد تحريات المباحث في حادث سقوط رضا ابن الفنان والمطرب إسماعيل الليثي بعد سقوطه من الدور ال11. معلومات جديدة ظهرت في الموضوع. الله يرحمه، كان طفل محبوب من كل اللي حواليه. في ناس كتيرة قالوا ازاي وقع من الدور ال11 وراح المستشفى وكان عايش. يا جماعة في تفاصيل جديدة ظهرت. هو أصلا مات من قبل ما يقع من الدور العاشر، يعني هو وقع من الدور ال11 قبل ما يوصل الدور العاشر كان مات. ايه اللي حصل له بالظبط هنعرفه في التفاصيل اللي ظهرتها المباحث، وان مفيش أي شبهة جنائية في حادث سقوطه، لأن الطفل كان أصلا مصاب بمرض فرط الحركة، وده كان أول سبب من أسباب وفاته. هنعرف التفاصيل ونرجع. تحريات الأجهزة الأمنية كشفت عن معلومات جديدة في حادث سقوط رضا ابن إسماعيل الليثي، بعد إن في إشاعات طلع إن في ممكن شبهة جنائية في وفاته وسقوطه من الدور العاشر. طبعا بالتحريات كشفت معلومات طبعا غيرت مسار القضية تماما. إيه هي المعلومات دي؟ رضا هو عنده 9 سنين، طالب في ثالثة ابتدائي، بيعاني من مرض فرط الحركة، وده كان السبب الرئيسي في سبب سقوطه من الشباك. ليه؟ رضا عايش مع جدته أم أبوه في إحدى شقق في الدور العاشر، وفي تحريات للمباحث أثبتت إن الطفل كان واقف على كنبة في شباك بيت جدته، ولما هنا بسبب فرط الحركة اللي عنده فقد توازنه ووقع من الدور العاشر. والمصيبة والشيء المحزن إنه لما وقع من الدور العاشر اصطدم بجهاز تكييف في الدور التاسع، وده كان سبب ان جمجمته اتدغدغت ومات في ساعتها. يعني مات وهو قبل حتى ما يقع بقية الادوار، مات وهو يعني اول ما اصطدم بالدور التاسع اتوفى على طول، لان كمان حصل نزيف في المخ وتهشم جمجمته بشكل كامل. البداية لما تلقى العميد محمد ربيع رئيس قطاع شمال الجيزة بلاغ من المقدم يوسف رشوان رئيس مباحث المنيرة في الغربية إن في سقوط طفل من الدور العاشر، انتقلت فورا قوات الأمن لموقع الحادثة وعملوا محضر بالحادثة، وتم نقل جثمان الطفل لثلاجة المستشفى، لأن طلع كلام قبل كده إن هو لأ نقلوه المستشفى ومات هناك. حبيت إن أنا أوضح. طبعا تم نقل جثمانه للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة اللي بشرت التحقيقات، وأفادت التحريات اللي أشرف عليها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية إن الطفل زي ما قلنا كان بيعاني من فرط الحركة ووقع من بلكونة أو شباك عشان محدش يقعد يتكلم كتير، بيت جدته من ناحية الأب اللي عايش معاها، ومفيش أي شبهة جنائية في حادث سقوطه. والنيابة العامة شافت جثمان الطفل رضا، وتبين إن هو مصاب بتهشم في جمجمته نتيجة اصطدامه بتكييف اللي في الدور التاسع، ونزيف على المخ من سقوطه على الأرض، ووفاته في الحال، مات في ساعتها الله يرحمه. طبعا ميعاد العزاء كان هيتعمل يوم الأحد، تاني يوم على طول، هو مات السبت، هيتعمل العزاء يوم الأحد، والدفن أول ما يستلم جثمانه من الثلاجة في المستشفى. محمد شحاتة الليثي أحد أقارب الليثي قال لجورنان وجريدة مصر اليوم إن جنازة الطفل خرجت من منطقة أرض عزيز عزت، وتم دفن الطفل في مثواه الأخير على أن يقام العزاء يوم الأحد بالليل النهاردة إن شاء الله. يعني طبعا كان منهار جدا إسماعيل الليثي، ربنا يصبره ويصبر زوجته يعني في وفاة ابنهم. بدأ والد الطفل في حالة انهيار تام وهو بيودع ابنه لمثواه الأخير.
لانه ما كانش قادر يتحرك خالص، واعلن عن طريق حسابه في الفيسبوك عن وفاة ابنه، وقال بكلمات مؤثرة جدا: ابني وابن عمري في ذمة الله. وقال ان سبب الوفاة كان سقوطه من الدور العاشر. بكى الاب بهستيريا، وقال ان ابني كان املي الوحيد في الكون ومات، وعملت كل البدع عشان خاطره، وكان معايا امبارح في فرحين وغنى معايا، وحسيت ان صوته احلى من العادي واكبر من سنه. مناظر مؤثرة جدا ان هو قد ايه كان منهار في جنازة وداع ابنه، وكلماته مؤثرة جدا. هو بيتكلم عن ابنه، ربنا يصبره ويصبر عيلته تماما. بيقولوا ما كانش قادر يتحرك خالص من كتر الصدمة وحزنه على ابنه. الله يرحمه، وإن شاء الله يكون سبب من أسباب دخول والده ووالدته للجنة إن شاء الله، ويصبرهم جميعا. زي ما وضحنا يا جماعة، بس أنا حبيت إن أنا أوضح نقطة. إن أنا عملت قبل كده عن فيديو وفاة رضا ابن المطرب إسماعيل الليثي، وقلت إن هو في ناس طلعت وقالوا إن هو وقع من الدور ال11 على سطح تاني وتوفى بعد ما راح المستشفى. ده كان واحد طلع قال كده، لان هو كان بيقول السطح الفوشنية، معنى كده كان واحد من جيرانهم. بس الظاهر بعد تحريات المباحث ان الكلام ده غلط، وده انا حبيت ان انا اوضحه. هو وقع فعلا بس مش من الدور ال11، وقع من الدور العاشر. كان عايش مع جدته زي ما قلنا في الفيديو. وبلاش ابوس ايديكم ناس تطلع وتسيب الموضوع الاساسي والمصيبه والكارثه والحزن اللي عيلته فيهم وعلى موت الطفل الصغير، ويقولوا طب يا ترى هو الولد كان عايش مع جدته لابوه ليه؟ طب هل امه وابوه متطلقين؟ طب سايبين بعض؟ طب الطفل ذنبه ايه؟ طب هل هو الولد ضحيتهم؟ ويسيبوا بقى كل حاجة ويمسكوا ان الولد عايش مع جدته ليه؟ ايا كان يا جماعة، سواء عايش مع جدته، عايش في المريخ، الولد مات. هو كان عنده مرض فرط الحركة، وبسبب المرض ده ممكن تقروا عن أعراضه على النت. فهو كان واقف، مرة يقولوا في الشباك، مرة يقولوا في البلكونة، أيا كان واقف فين، واقف على الكنبة من فرط الحركة اللي هو عنده، ربنا يرحمه يا رب. فهو وقع، اختل توازنه وتوفى. وخصوصا الشيء المحزن أكتر إن هو وقع من الدور العاشر، مش في ال11، من العاشر، وكان في تكييف في الدور التاسع وقع عليه. ولما اصطدم الطفل حبيبي بالتكييف جاله تهشم كامل في الجمجمة. أنا عارفة إن أنا بعيد الكلام، بس كان صعب جدا وفاته. ولما وقع على الأرض جاله نزيف على المخ، فالطفل أصلا مات بيقولك في ساعتها. يعني لان في ناس يقول لك لما راح المستشفى هو توفى هناك. لما نقول المستشفى، هو لما راح المستشفى اصلا كان ميت. فبس حبيت اوضح المعلومه دي، لان حتى لو قلت حاجات غلط في الاول، دي كانت المعلومات الاوليه اللي طلعت. بس بتحريات المباحث كشفوا المعلومات الكامله اللي انا قلتها في الفيديو. ادعوا له بالرحمه وادعوا لجميع موتانا جميعا يا جماعه. ربنا يرحم جميع موتانا وجميع من في القبور، اللهم امين يا رب العالمين. ويصبر اهله على وفاته. قد ايه اسماعيل الليثي كان حزين جدا، صعب عليا جدا جدا. هو بيتكلم على ابنه وانه بيقول عملت كل حاجه عشانه، لان هو كان امله الوحيد في الدنيا كلها. ربنا يصبره فعلا ويرحمه. وهو اكيد يعني اتمنى كل اللي حواليه يقولوا له ويوصلوا له النقطه دي، ان هو ان شاء الله هيبقى سبب دخولهم في الجنه ان شاء الله بامر الله. ربنا يصبرهم. ودي اخر المعلومات اللي وصلت من تحقيقات المباحث، ان مفيش اي شبهه جنائيه في حادث سقوطه. لان انا في الاول برضو انا قلت يا ترى هل ايه سبب سقوطه بالظبط، بس التحريات ثبتت ووضحت الحقيقه كامله، وثبتت ان مفيش اي حاجه مش طبيعيه في وفاته. الله يرحمه ويغفر له ويسامحه. ان شاء الله العزاء النهارده بالليل يوم الاحد، وتم دفن الطفل في المكان اللي انا قلت عليه في الفيديو. الله يرحمه ويغفر له ويسامحه. ادعوا له بالرحمه مره تانية. ادعوا لجميع موتانا جميعا، اللهم امين يا رب العالمين.
خبر حزين جدا ومؤلم عن الفنان والمطرب إسماعيل الليثي بعد ما طلع من ساعات وفاة ابنه رضا اللي توفى موتة بشعة جدا. ربنا يصبر أهله وأبوه وأمه. وهو إنه سقط من إحدى الشرفات المرتفعة جدا، وقع من الدور ال11 على إحدى الأسطح. واللي يبين لينا الخبر لسه طالع من ساعات فعلا، هو كاتب واحد اسمه محمد عصام توفى إلى رحمة الله. ابن إسماعيل الليثي وقع من الدور ال11 على السطح اللي في وشنا وانتقل للمستشفى. ويعني هو ما ماتش في ساعتها لأن هو ما وقعش على الأرض، هو وقع على سطح عمارة تانية. وفوجئ الطبيب بأن لديه ثقب في المعدة وتوفى. ادعوا له بالرحمة. وهنا نشر حمو بيكا نعي طبعا وغيره من الناس، حتى الناس العادية، لأن الولد كان معروف ومحبوب جدا عند ناس كتيرة جدا. حمو بيكا بيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا ابن النجم إسماعيل الليثي في ذمة الله، ربنا يرحمك يا رب ويصبر أهلك يا رب. رضا توفى هناك في المستشفى مش في ساعتها، عشان في ناس كتير بيقول لي ازاي وقع من ارتفاع عالي جدا زي كده وراح المستشفى. عشان بس الناس اللي هتقعد تقول كلام كده تافه نخلينا في المصيبة اللي أهله فيها حاليا. كما نعى والده المطرب الشعبي إسماعيل الليثي عن طريق حسابه على الفيسبوك وقال: ابني وابن عمري في ذمة الله، الله يصبره ويصبر والدته ويرحم رضا. اللي الناس كلها كانت فعلا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي نشر نعي ليه، ناس اللي يعرفوه واللي ما يعرفوش. كل الناس بيقولوا اللي لما كنا بنشوفوه كنا بنحبوه، كان طيب جدا وجميل جدا، وكل الناس بيدعوا له بالرحمة. ربنا يصبر أهله ويرحمه برحمته ويجعله سبب لدخول أبوه وأمه إن شاء الله للجنة. ادعوا له بالرحمة يا جماعة ليه ويرحم جميع موتانا جميعا.